سيد اسعد، مساء الخير، حياك الله. قصص تحت المطر، ملبسك شتوي، الله يعينك. شنو تسوون انت وعباس العلاق وعلى امجي؟ هي مجموعة قصص راح تكون بها أجواء مطر وشتاء، ويا ريت يا رب سنة يكون المطر يصير هواي بالعراق لأن محتاجينه. فهي هاي ظروف العمل يعني اللي خلاك توافق على العمل. اللي خلاني أوافق على العمل، أنا قلت لهم الشباب بأول لقاء من بعد ما دزوا لي النص وقرأت وجيت لبغداد وقعدنا، فصار الحكي انه شلون قبلت، يعني شلون شفت النص. قلت لهم والله النص مكتوب بشكل كلش زين بصراحه وحبيته، ولو ما حبيته انا ما اقبل اشتغل بنص ما احبه. واثنين شنو يعالج استاذ اسعد بعموميه بدون حرب؟ خل اكمل ذيك الشغله، بس انه من التقيت بالشباب شفت انه اكو روحيات مختلفه، اكو رؤى سينمائيه، اكو رؤى حديثه بصراحه، يعني فاجئوني يعني. ولحد الان انا يعني كلش فرحان وقاعد اشتغل وياهم بطاقه كلش كبيره، لان اكو شغل قاعد يعني ينحت بشكل زين. ان شاء الله تشوفون عمل مميز. القصص هي تحكي مشاكل تصير بالحياه، مثل هاي القصه اللي قاعد نشتغلها. انا بقيت القصص ما مطلع عليها لحد الان، بس القصه اللي قاعد نشتغلها هي انه هاي الدوام الانسان بيها، انه ساعه فرح والحياة اللي ساعة فرح وساعة اكو شدائد واكو مصائب واكو هي يعني تحكي عن الحياة بطريقة درامية حلوة، يعني تشد الجمهور، تمتع الجمهور، تحكي له حكاية حلوة. انا حاس بيك من الشتوي، شكرا جزيلا. لا والله هسه زين، كانت اكو قبوط فوقها، وهاي قبل يعني قبل كم مشهد كانت اكو قبوط بالقضية. زينين. أنا كلش أتشرف أستاذ أسعد عبد المجيد، كان الضيف والمحفز والمحرك لهذا العمل بصورة مباشرة. يعني أول ما اتفقنا به كان كلش متعاون ويعني قدم لنا كل شيء. شكرا أستاذ، شكرا جزيلا. أنا مو يعني هذا أبسط شيء أقدر أسويه، لأن إحنا بالعراق نحتاج طاقات شابة بهاي الفترة، إنه يعني تصير عندها دربة وتصير عندها خبرات بالمجال. فبالعكس يفرحنا هذا الشيء، لان هم بالنتيجه هم راح يستلمون المستقبل لهم. احنا يعني نقدر زين وروح امي. بس سؤال، شو رايك بالحركه الانتاجيه ان الشباب احنا اللي ننتج واحنا اللي نصنع ونخوض هاي المرحله، انه الشباب هو اللي يصنع، هو اللي يهتم بهاي الاشياء كلها، ما يجي انا جهه انه تعال تقدم لك النص واصرف لك او ما اصرف لك، لا الشباب هي اللي راح تصنع. والله شوف، يعني هاي الفترة خاصة يعني فترة كلش انتم محظوظين بيها، انه اكو مجال يسوون هيك شيء، فانتم لازم تستغلونه. يعني هاي انا بالنسبة لي يعني اعتبرها انه فرصة ذهبية لكم، لان ما حد يعطيك مجال يعني. وكانت ازمان مرت علينا يعني ما كانت هاي الامكانيات متاحة، فهسه لا، هسه موجوده، بس بقت الهمه انه تضحي تخسر ما يخالف، بس بالنتيجه راح تمشي. ملبسيك شتوي ويعني جو تدري. اي فارضين القصه شتويه، احنا هاي يعني بالصيف يفرضونها شتوي، بالشتاء تنقل، وبالشتوي بالشتاء يقلبوها صيفي. استاذ اسعد، ايش توعد الناس بقصص تحت المطر وهذه كاميرتك؟ والله اوعدهم، وهذا مو مجامله، يعني اكو شباب عيون عندهم عين حلوه، عندهم رؤى جديده ومشتغلين بطريقه يعني تواكب الحداثه اللي موجوده الان على المستوى العالمي حتى والمستوى العربي على الاقل، من نريد شو اسمه. فاوعدهم انه راح يشوفون شيء مميز. اكو جيل خطر قاعد يطلع، انتظروا الاعمال اللي راح تطلع بهاي السنين الاخيره.